أنا عايز أكلمكم النهاردة عن أسطورة من أساطير مصر الحقيقية، كلعيب وكمدرب وكمان كإنسان. بصراحة هو مش واخد حقه خالص، وما خدش حقه غير لما تعب. هكلمكم النهاردة عن الكابتن حسن شحاتة. بنشكر كل الناس اللي اهتمت بيه وزارته ورفعت من روحه المعنوية، من مدربين ولعيبة لحد نائب رئيس الوزراء دكتور خالد عبد الغفار اللي زاره بتكليف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. بس هي الحاجة اللي تزعل بجد، هي ليه كل الناس ما كانتش فاكراه وبتسأل عليه وهو كان مريض وفي أمس الحاجة إن يعرف إن الناس بتسأل عليه عشان يعرف إحنا بنحبه قد إيه. إلا لما الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي راح وزاره واطمن عليه، على الرغم من إن هما زمان كانوا منافسين، ده أهلي وده زمالك، لكن ده يوضح لك مدى العلاقة والأخوة والصداقة بتاعت زمان والعيش والملح. قد ايه الناس دي كان بيتمر فيها العيش والملح، قد ايه الناس دي نضيفة من جواها، بتسأل على بعض وبتعرف تقدر بعض كويس. على فكرة الناس دي كلها ما افتكرتش كابتن حسن شحاتة إلا ما كابتن محمود الخطيب راح له. الناس بتاعت زمان دي حاجة تانية خالص غير الناس بتاعت دلوقتي. شكرا كابتن محمود الخطيب انك فكرت الناس بالراجل المحترم ده اللي عمل حاجات كتير لمصر، وانتوا اساطير بجد. الناس القديمة دي اساطير بجد. عارفين كابتن حسن شحاتة ده فرح ناس كتيرة قوي. كابتن حسن شحاتة صعد فرق من الدرجة التانية للدوري الممتاز زي المنيا سنة 97 98 والمقاولين العرب 2003 2004. ده المقاولين العرب ده عمل بيهم حكاية كمان. ده عمل ايه مع المقاولين العرب؟ ده كسب الاهلي والزمالك. في كاس مصر 2004 المقاولين كسب الاهلي، وفي كاس السوبر 2004 المقاولين كسب الزمالك. تخيلوا، ودي اول مرة في التاريخ من خارج الاهلي والزمالك السوبر المصري يروح لفرقة تانية. عارفين حسن شحاتة عمل ايه كمان؟ كابتن حسن شحاتة مع منتخب الشباب 2003 فاز ببطولة افريقيا وتأهل لكاس العالم للشباب في الامارات. وطبعا بقى اللي عمله مع منتخب مصر عمره ما يتنسي. كابتن حسن شحاتة اخد كاس افريقيا 3 مرات، 2006 في مصر، 2008 في غانا، 2010 في انجولا. عايز اقول لكم كفايه اللي عمله في كاس العالم للقارات 2009.